رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا بالفيديو اللي فات. اللهم صلي وسلم وبارك على خير الخلق اجمعين. النهارده معانا فيديو تشجيعي حماسي، فيديو بصي هيخليكي كده تقومي تعملي الحلو كله لولادك. هنعمل في البيت الايس كريم بطريقه سهله جدا وبسيطه، وهنعمل الغدا بطريقه تحفه. تعالوا يلا نبدا الفيديو، بس قبل ما نبدا ما تنسيش تحط اللايك وتشتركي في القناه، وكمان ما تنسيش تفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. اول حاجه جبت بصلتين متوسطين الحجم كده وقطعتهم. كمان جبت ربطه من الخضره الحلوه كده وقطعتها. وكمان قطعت قرنين من الفلفل الرومي، لو حابه تحطيه حامي حطيه. وبعدين قطعت زي ما انتم شايفين كده الخضره بتاعتي، انا نعمتها خالص وقطعتها ناعم خالص. نيجي هنا على البصلايه والفلفل الاخضر، هنبتدي ان احنا نتبلهم. هنتبلهم بايه؟ فلفل اسود وكمون وكزبره ناشفه وشويه بهارات لحمه ورشه صغيره من القرفه. وكمان حطيت شويه حلوين كده من الزيت، حوالي نص كوبايه زيت. وكمان حطيت الرز زي ما انتم شايفين كده. وجبت الخضره ابتديت ان انا اقلبها. كمان حطيت الملح بتاعي المعيار بتاعي، يعني انا حطيت حوالي 3 كوبايات رز او 4، يعني شوفوا انتوا بقى المعيار بتاعكم قد ايه. وحطيت ليه معلقه من الملح. المهم حطيت له الصلصه كده وقلبته زي ما انتم شايفين. طبعا الصلصه منشفاها كويس جدا على النار. وهنا على البوتاجاز جبت شوية من ورق العنب اللي احنا كنا عينينه مع بعض في رمضان. طبعا احنا بنعينه زي ما هو كده، ما بنحطش عليه اي حاجة، ما بنضيفش عليه اي حاجة. وبنحطه في الفريزر. وبنخرج الكيس بنسلقه على طول، يعني مش بياخد اي وقت معايا. بيبقى سهل كده، وعايزه اقول لكم بيبقى طعمه تحفه، عامل زي الفريش بالظبط، كانك لسه جايباها طازه. كمان شوحت اللحمه كده زي ما انتم شايفين. وحطيت عليها شويه الشوربه بعد ما سلقتها طبعا الاول. وحطيت عليها شويه ميه، وبعدين هديت عليها النار بحيث ان هي ايه تستوي كده مع نفسها. جيت هنا بقى على المحشي بتاعي، ابتديت ان انا احشي فيه. طبعا كنت عايزة اعمل ورق عنب وكرنب. حطيت الصفين الاولانيين كده تحت ورق عنب، وبعدين كملت كرنب لان انا كنت مستعجلة. فقلت هعمل بقى الباقي كرنب، لان الكرنب طبعا اسهل في حشو شويه. بس عايزه اقول لكم ورق العنب كان طعم طعامه. المهم عملت حله كبيره دي، وعملت كمان حله صغيره ورق عنب، بس ايه بعد ما خلصت وحطيت دي على النار. تعالوا واحنا بنعمل المحشي كده ندردش في موضوع ازاي انتي ام لطفلين، منهم طفل رضيع، ازاي بتوفقي وقتك او بتوفقي بين بيتك الاطفال مثلا، وازاي بتوفقي ازاي بتتحكمي في يومك بالطفل الرضيع ده. يعني انا عايزه اقول لكم انا حبيت ان انا اسيب لكم صوته في الفيديو هنا. يعني عايزه اقول لكم مفيش حاجه سهله كده زي ما انتم متخيلين. مفيش اولا، يعني بصوا مفيش حاجه مكتمله. حشي من دماغك حته الكمال، حته ان انا لازم اخلص شقتي تبقى بصوا بيرفكت. لا يا جماعه، لا مفيش حد كده، مفيش حد حياته كلها كده يعني كامله مكمله كده. لا يا جماعة، احنا حياتنا احنا بني ادمين، بيجي علينا وقت خلاص تعبنا، بيجي علينا وقت فصلنا من المسؤوليات مش قادرين خلاص، ما عدناش قادرين نكمل. بيجي علينا وقت يعني خلاص هنستسلم و... ومفيش حد يساعدنا. انا عايزه اقول لك بقى انت في الوقت ده، هي بتقولي الرساله هسيبها لكم دلوقتي على الشاشه برضو. هي بتقول ان هي عندها طفله تقريبا 2.5 مغلباها خالص في عيشتها، وعندها طفل عنده تقريبا 20 يوم، ومش عارفه توفق بينهم وبين مسؤوليات البيت والدنيا دي. فطبعا احنا كلنا كأمهات، أول لما الواحدة فينا بتولد، أهلها بقى بيقعدوا معاها أسبوع، بتلاقي الأهل والحبايب والدنيا حواليكي، وبعد كده بتيجي تبص تلاقي الدنيا فضت عليكي. انت المسؤولة، انت اللي تشيلي بقى شيلتك، وانت اللي تقفي بقى، وانت اللي تكملي الليلة بتاعتك دي، محدش له دعوة. اول حاجه يعني الطفله اللي هي عندها 2.5 سنين، انت حاولي بقدر الامكان صاحبيها. يعني انا عارفه ان السن ده بيكون صغير، بس انت حاولي تقربي منها وتصاحبيها. يعني حاولي تقولها مثلا ده اخوكي او اختك، خلي بالك منه معايا، انت مامته التانية. انت يعني انا بنتي كبيرة 4 سنين، 4 سنين ونص كده، يعني داخلة في ال5 سنين اهي. وعندي احمد عنده 4 شهور الوقت، ربنا يبارك ويبارك لكم في حبايبكم. المهم انت حاولي قربوهم من بعض وحببوهم في بعض. هو اصلا الطفل برضو الطفل اللي هو اللي عنده 20 يوم ده، هو مش بيعيط غير من 3 حاجات بس. اول حاجة ان هو بيكون جعان. تاني حاجة ان هو بيكون عامل بيبي وعايزك مثلا تغيروا له البامبرز.
تالت حاجة ان هو بيكون عنده مغص. تلاقيه مثلا بيعيط، انت خلاص غيرتيله ولبستيه وشربتيه وبتيجي تبصي بقى ما تلاقيش ايه، يعني ما فيش فايدة، انا عمالة بعمل فيه وبسكت فيه ومش راضي يسكت. فانت دي تالت حاجة، يعني تالت حاجة ان هو بيبقى عنده مغص. خلي الدواء بتاع المغص موجود عندك على طول، او بطن اللي هو يعني بطنه وجعان. خلي الدواء بتاع المغص عندك على طول. وحاولي بقى بقدر الامكان طبعا انت طالما ام للمره التانية باذن الله، يعني لو بترضعي طبيعي رضعيه، وحاولي ما تخليهوش جعان يعني. وكمان اول لما يعمل بيبي غيري له. وكمان انا عايزه اقول لك، يعني في السن ده انا كنت حتى حمودي وهو صغير برضه، احمد ابني وهو في السن ده انا كنت يعني تلفي عليها البطانيه كده، طبعا احنا بقينا في الحر، فهاتي كوفرته وحطيها على ودانه، حاولي تغطي ودانه، وحاولي تضميه كده ليكي بالكوفرته دي او بالبطانيه. وهو صغير ما كانش بينام غير كده، يعني اول لما بيحس بامان سبحان الله، يعني بيقولك الحركه دي كأن هو يعني في بطن امه، بيحس بالامان وبيحس ان هو مطمن. فانت لو خلتيه ان هو يكون مطمن يعني في الوقت ده هينام. وحاولي بقى طول ما هو نايم على السرير مثلا، او هي نايمه على السرير وساكت، حاولي ما تقعديش جنبه، يعني قومي خلصي حاجه مثلا، يعني هو ساكت اهو بس نايم صاحي مثلا، بس ايه مش بيعيط ومش عامل هاس زي حمودي كده. في السن ده كده خلاص، يعني سيبيه بقى على السرير، وقومي خلصي اللي وراكي، او قومي يعني خلصي شوفي هتعملي ايه. فانا بقولك يا ستي، اما عن بنوتك دي حاولي تصاحبيها، تقربي منها، بصي يعني مثلا هاتي شوكولاته واديلها، قول لها اخوك اللي جايب لك الشوكولاته دي او اختك الصغيره، حببوهم في بعض بقى، يعني حاولوا بقدر الامكان حببوهم في بعض. حاولي عقليها، ما تضربيهاش، يعني ما يكونش العنف رد فعلك او الزعل رد فعلك، فاهمه؟ يعني حاولي ما تبقيش عنيده معاها، شوفي ايه اللي بيريحها وخليها تعمله. ولو عندك مامتك او اختك او حد يعني قريب منك، ابعتي يعني مثلا كلميه، يعني اي حد قريب منك، حماتك، سلفتك، حاولي بقدر الامكان قربي منهم واطلبي منهم المساعدة، يعني مش عيب ان هي مثلا تساعدك تشيل عنك البنوتة او كده، فاهماني؟ يعني مش عيب ان حد يساعدك في حاجة زي كده. اطلبي المساعدة، ومش عيب كمان ان انتوا تطلبي من حد حاجة زي كده، يعني لو اخدوها منك يوم ولا حاجة بحيث ان انت تاخدي ريست. اليوم اللي انت خلاص ما عدتيش قادرة، يعني تعبتي خالص وما عدتيش قادرة، تروحي روحي مثلا لوالدتك، روحي لمامتك يوم، قضي معاها يوم كده، فاهماني؟ يعني روحي في المكان اللي بترتاحي فيه، شوفي انت بترتاحي في المكان ده وروحي اقعدي فيه. كمان زوجك لازم يبقى عليه حتة مثلا ان هو يساعد شوية، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيساعد اهل بيته، فمش عيب ان هو يقف معاكي او ان هو يساعدك في حاجة او كده. مش عيب ان هو يشيل الطفل مثلا عنك شوية، على ما تخلصي الاكل، على ما تخلصي اللي وراكي، طبعا ده بعيدة عن شغله. لما هو يكون مخلص شغله يخلص شغله ويرجع يرجع مثلا، يعني ما يرجع من الشغل لازم برضو يكون عنده طاقة كده ان هو يساعدك، يحاول يساعدك. فحاولوا بقدر الامكان بقى وفقوا بين الدنيا كده وشويه النصايح اللي قلتلك عليهم دول حاولي اعملي بيهم، وان شاء الله والله هتلاقي فرق جامد. قرآن على طول في شقتك، الرؤية الشرعية على طول في أوضة النوم بتاعتك اللي هي اللي بتنامي فيها انت والبيبي، شغلة على طول الرؤية الشرعية، لان كتير قوي الاطفال في السن ده يعني بتكون بتتحسد او كده، يعني العين حق، مش عيب يعني ان هم يبقوا محسودين او كده. فالعين حق، يعني ممكن لا قدر الله الطفل يكون محسود وعمال بيتألم وانت مش عارفة هو في ايه. كمان برضو لما تحس ان الطفل برضو عيط كتير قوي، امسكيه قلبي في هدومه، قلبيه كده من مكانه، لو بنوته بصي في الحلق بتاعها، بصي في الدنيا دي يعني شوفيها ايه اللي مزعلها. انا عايزه اقول لك، انا بنتي وهي صغيره كانت دايما على طول تقعد تعيط كده، انا فاكره وهي مولوده، فكنت ملبساها حلق بالريمه، فكنت يوم يعني بشتري خاتم دهب او حاجه زي كده، فالراجل قال لي هات اما اطمن على الحلق وكده، فبيبص ورا ودنها لقى الحلق البريمه يعني قطعه في الجلد وداخله، فقام ايه اللي حرام عليكي، يعني انتوا متخيلين كنت ام جديده بقى مش فاهمه مش مدركه يعني هو ايه اللي بيحصل ده.
فعمو بتاع الدهب ده قال لي لازم انت يعني تقلبيها كل يوم وتحركيها من مكانها كده، تشوفيها ايه اللي تعبها، تشوفي هي بتتألم من ايه كده يعني. انا معاك ان السن ده صعب والوقت ده المرحله دي بتكون صعبه شويه في التربيه. ربنا يقدرك عليهم يا رب ويعينك. زي ما بقولك حاولي تطلبي المساعده من اللي حواليك، ما تتحرجيش، اطلبي من امك من اختك من اي حد، ما تتحرجيش منه. تعالوا هنا بقى، احنا هنا بنعمل ايس كريم. انا فتكوا في الكلام. هنا انا جبت المانجا وضربتها زي ما هي من غير ولا نقطة مية، وحطيت على كوباية العصير المانجا كوباية من كريم شانتيه، ومعلقة لبن بودر، ومعلقة من الباستري كريم. كل كوباية ليها معلقة من اللبن البودر ومعلقة من الباستري كريم. أنا عايزة اقول لكم الباستري كريم بيوديه في حتة تانية خالص. كمان حطيت حوالي ربع كوباية من الشربات. البديل للشربات عسل ابيض، يعني انا بقول لك انا عامله لكم اقتصادي خالص. ممكن تعمليه بعسل ابيض، وممكن تعمليه كمان عسل الجلوكوز. عسل الجلوكوز يعني ممكن تعمليه بده وتعمليه بده. دي حطيت لده نص كوبايه ولده نص كوبايه من الشربات، او السيرب التقيل، او عسل ابيض او عسل جلوكوز. كمان الفراوله عملتها بنفس الطريقه، وحطيت طبعا على الوش شويه سبرينكل كده، والشويه اللي باقيين في الخلاط كده نقطت بيهم عليها. حطيت كمان شويه مكسرات، طبعا انتوا بتحطوا اللي انتوا حابينه، والاضافات اللي انتوا حابينها حطوها. كمان جبت هنا الطماطم. هنا انا شلتهم بقى في الفريزر لتاني يوم. جبت الطماطم بقى هيت علشان اضربها. انتوا طبعا عارفين طريقتي في تخزين الطماطم. بخليها تنزل الميه اللي فيها كلها كده، وبعدين بحطها في اكياس، وبعدين بخرج الكيس بحطه في التلاجة على قد استعمال المره. عملتهم زي ما انتم شايفين كده، وشلتهم على الفريزر بقى. وده كان تاني يوم اللي هو النهارده. يعني عايزه اقول لكم دي النهارده، يعني انا لسه مصوره الوقت ولسه واكلين الوقت. عايزه اقول لكم طعمه تحفه. وكمان المحشي اللي عملته في الاول معاكم ده كانت طريقته تحفه يا بنات، بجد لازم تجربوه. ني في ني كده، انا عايزه اقول لكم كان بيدوب في البق بجد. بالف هنا وعافيه على اللي اكل مني. كمان الايس كريم حطيته اهو، ده المانجا. والمعلقه بتكون حاطه جنب الكوبايه فيها ميه سخنه، وبتخرجي بيها الايس كريم. كل ما تحس ان هي بردت معاكي حطها في الميه السخنه. بس عايزه اقول لكم الجو اصلا مش مستحمل. يعني انا مسافه اما حطيتهم في الكاس كده وابص لقيتهم ايه، هبطوا كده وبداوا يسيحوا من الحر يعني. شايفين شكلها تحفه ازاي؟ بجد انا عايزه اقول لكم جربوا الطريقه دي، فظيعه يعني، بجد تحفه وسهله خالص، وكل المكونات بتاعتها في البيت موجوده معاكم. لو وصلتوا للجزء ده من الفيديو ما تنسيش تحطوا لايك وتشتركوا في القناه، وكمان ما تنسيش تفعلوا زر الجرس. اشوفكم على خير بقى الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.